بومدين تلاقى مع هذا الحاج سلامة مزيان، محمد سلامة مزيان، الذي يعرف في الحسيمة وفي المنطقة نتاع الريف الحاج سرام، هو الحاج سلام، وهما يقولوا الحاج سرام محمد سلامة مزيان. وتلاقى مع المرابط اللي كنت نفكر قبيله الاسم ديالو، كذلك كان هو دائما مع عبد الكريم الخطابي، وتلاقى مع عبد الكريم الخطابي، وتلاقى كذلك مع قيادات من حزب الاستقلال ديال المغرب، وتلاقى مع المهدي مبركة والمجموعة ديال اليسار المغربي اللي كان ذاك الوقت عاد موجود في حزب الاستقلال. فهناك تعطت له واحد النوع ديال الشرعية على أنه هو هذا هو الهواري بومدين اللي جا من الجزائر باش يتعلم السلاح ويدير هذه ويدير هذه. لما كمل من ديك المنطقة غادي يرجع تصيفطوا فرنسا للمغرب لجماعة وجدة، وكان يشبه في ذاك الهواري بومدين الحقيقي اللي قتلته فرنسا ما بين تلمسان وبالعباس وتحشى في وسطهم تما، فاصبح هو الكورونيل الهواري بومدين اللي هو بوخروبة محمد، واللي كان في وجدة والناظور وزايو وبركان. وبطبيعة الحال أن المساعدات الجزائرية كانت تمشي من قنفودة ومن جرادة ومن بوعرفة، راه كان جميع المغاربة في المناطق يساهمون بأموالهم. وهناك الناس اللي كانوا في الرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن في شمال المغرب وجنوبه كذلك كانوا يجمعوا الأموال لفائدة الثورة الجزائرية. وبالتالي احنا علاش جبنا هذا الحديث كامل؟ هذا اعتقد انه واحد الجزء من السؤال ديال الاخ، علاش ما يقراوش ما كانوش يتكلموا العربية؟ لأن فرنسا كانت دائما تعتقد على أنها سوف لن تخرج من الجزائر، وسوف أن الجزائر تصبح كولاية ومقاطعة فرنسية في إفريقيا، واستعمالها كقاعدة خلفية لمواجهة الثورات التي كانت تقام ضد فرنسا في مستعمراتها. وبالتالي أن لا يمكن أن تمنحها الاستقلال. وحتى في الوثيقة التي وزعت على السكان في الجزائر واللي رفضوا فيها سكان الصحراء الشرقية نتاع تاندوف تساهموا في الاستفتاء، قيل ماشي الاستقلال، الاستفتاء ما بين تقرير المصير والبقاء مع فرنسا. إذن ليس استقلالا، بل أنهم شاركوا بالاستفتاء. ولذلك شي كانت تما التنازلات كثيره التي ادهشت بريجليف، دهشته تنازلات كثيره تاع الجزائر فيما يتعلق تصعد الابار ديال البترول يبقاو في ملكيه فرنسا، والتجارب النوويه لمده 5 سنوات قابله للتجديد، واستغلال المطارات لفائده القوات الفرنسيه في الهجوم على اعدائها بالمستعمرات الاخرى، واستخدام الخطوط الهاتفيه تتحكم فيها فرنسا والموانئ كذلك. لذلك هذه الاتفاقية التي تم على إثرها منح هذا ما سمي بالاستقلال الجزائر كانت إذلالا للشعب الجزائري، لأن القيادات اللي تواطأت مع فرنسا كان الغرض ديالها أنها ستسير الجزائر نيابة على فرنسا. أما الاستعمار في مفهومه الغير المباشر فلا زالت فرنسا تحكم الجزائر من وراء الستار، وهي التي تسير الجزائر من قلب باريس إلى قلب الجزائر. نقطة أخرى قبل ما نودعكم ونمشي، واحد الإضافة عزيزي العقاوي، حدك أنت معايا باش ربما تصح لي إذا كنت خطأ، لأن هذه معلومات كانوا عندي وما كنتش كنبغي نهضر عليهم على بوخروبة. دائما كنت أنا أقول بعدم الشهيد، ما كنتش كنهضر على بوخروبة. حان الأوان التاريخ معنا
غادي نقول بان بوخروبه باع ذمته لفرنسا، بالضبط غادي نعطيك بالضبط، وهذا رد على السؤال الاخ عز الدين. بالضبط لما استقر مده في مدينه غارديمو او في منطقه غارديماو الواقعه على الحدود التونسيه على 14 كيلومتر ربما على الحدود الجزائريه، حيث اتصل به الفرنسيون للعمل ضمن مخطط ديغول بعد خروج فرنسا ومنها تصفية رجال الثورة الجزائرية. وطلبت عزيزي فرنسا أيضا من بوخروبة الوقوف إلى جانب الضباط الجزائريين العاملين ضمن القوات الفرنسية، وهذا ستنعش لك الذاكرة شيئا ما، والذين كانوا يطلق عليهم فوج لاكوست، يعني ويعرفون باسم ليداف افيك اس على فان. وقد التحق منهم 15 جندي من رتبة عريف إلى ضابط صف في 61. ثم جاءت الدفعة الثانية اللي فيها 40 من عرفاء وضباط صف، وكانوا يطلق عليهم جيش العدو، وهاتان الدفعتان هما اللتان حكمتا الجزائر. ومنهم هنا منهم الاستاذ عزيزي، راه هذه فرصه تلاقينا معك، العربي بالخير، محمد العماري، خالد نزار، محمد التواتي وغيرهم. وقد صرح رئيس الحكومة الجزائرية آنذاك بالعيد عبد السلام أن التحاقهم كان مبرمجا، وصرح آخرون أنهم قنبلة أرسلها ديغول للجزائر. ولقد قام عزيزي العقاوي العقيد قاسم شعباني في 64 وطالب إذا تذكرت جيد التذكير في مؤتمر جبهة التحرير الجزائري بتطهير الحركيين وأبناء بشار من الجيش الجزائري أي من العناصر الفرنسية. دبر له بوخروبة تهمة الخيانة للدولة الجزائرية، وهذه كانت معروفة عندكم يعني، فألقي عليه القبض ووضع السجن بوهران. وذكر ذلك الشاذلي من جديد في مذكراته أن بومدين اتصل به وطلب منه إعدام من قاسم الشعباني، فقال يعني الشاذلي فأخذناه من السجن إلى الغابة التي كانت فرنسا تعدم فيها الجزائريين بوهران، وأطلقنا عليه الرصاص وأعدمناه في 3 نوفمبر 1964 بأمر من رئيس الجمهورية آنذاك هواري بومدين أو بوخروبة. في 3 غشت 1962 لا 64 كان في احمد بن بلة. 64 قبل ما نوصل 64 بغيت 63 باش هذه عاوتاني نعيش فيها الذاكره، نعرف عندك هذه غير هذه المعلومه نسيتها. وقام بسجنه يعني في 3 غشت 1062 وفي 62 قام بوخروبة واحمد بن بلة بانقلاب على صديقهم ورئيسهم رئيس بن يوسف بن خدة. إذا عندك عليه شي معلومات تقدر تفيد الإخوان، حيث دخلوا العاصمة بدبابات ومصفحات بوخروبة أي بومدين. ثم يعني في 63 قاموا بسجنه مدة 14 سنة يعني على بن بلة من غير تهمة، وقد أطلق سراحه هنا في 79، ولكن بقي تحت يعني الحراسة نتاع الدولة. هذا الشيء كامل باش نعيش لك الذاكره، لان ما كنتش نبغي نهضر على بوخروبة لان ما كاينش دلائل مقترنه. انا كان اللي نعرف كاين الدليل انه درس في مصر والتقى بمفكرين انذاك مغاربه وناس نشطاء سياسيين في ذلك العهد. انت كتعرف الاسماء عزيزي العقاوي، تلاقوا معه في مصر وقراوا معاه وكانوا يحسنون إليه، ولكن مع الأسف الشديد هو لم يحسن لنا ولم يحترم الجوار. لك الكلمة أخي. قول أخوي هذا راه الزعيم الله يرحم والديك. كان يناقشني قبيله، كان يناقشني هذاك، كان يقول تضرب لنا في الزعيم يا خو، واش راك تقول؟ اش راك تقول ابن عمي؟ كان يقولها لي قبيله، انا ما بغيتش نفضح له كل شيء، زعما كنت كنحتار الاخر، قلت له ودي كلمه الزعيم ما رانيش معاك فيها، بصح الوطن الوطن فوق الجميع. انا كنحترم الوطن وكنحترم الوطنيين اللي كيقولوا عاش الوطن ديالهم، انا كنحترمهم، هذا شيء جميل جدا لان حب الاوطان من الايمان. ولكن مع الاسف الشديد انا قال لي لا تحمل عقده ضد الزعيم، قلت له لا، قال لي انت من المطرودين وتحمل عقده ضد هو يعرفني انا من المطرودين،
قال لي انت تحمل عقده ضد، قلت له كنت احمل عقده ضد الجزائريين، لم اكن معك في اللايف ولا اناقشك، فانا لي الحق حقين لكم. اللي بغيت نقول لك استاذي، هو الهواري بومدين او بوخروبه باع دم الشهيد بواحد الثمن، يعني اللي الان كتأدي الاجيال ثمنه، واداو المغاربه الثمن ديالو مع الاسف الشديد. ولكن كل المنطقه التعتيم الاعلامي استاذي العزيز قام بدوره من اجل تزليج الطرف الثاني، يعني او الدوله الثانيه او الشعب الجزائري، تزليجه تزليجا كاملا، انه واخا تقول له هذا الشيء يقول لك الشيء غير كذوب، هذا الشيء ما كاينش، واخا تقول له راه السي هو بن الشادي مجي يتكلم عليها كيقول لك لا، كتقول له راه كاينه في المذكرات نتاع واحد الجنرال تابع سي عبد الرحيم. فرصه سعيده لي شفناك، شكرا اختي بيا، مرحبا بك معنا. يعني التاريخ يتكلم في كل المذكرات. شوف انا سي عبد الرحمن غادي نزيدك حاجه اخرى. حينما استقل المغرب كان المختار ولد دادا يدرس القانون في فرنسا، وجاء للمغرب عند السلطان محمد الخامس، قال له إلا عينتني أمير على موريتانيا شنقيط، لأن كانت تسمى شنقيط، إذا عينتني أميرا على شنقيط غادي نتحالف معكم باش موريتانيا نوضوا فيها البلبلة وهذا ونجروا على فرنسا من تما. اسمع له محمد الخامس، فجمع مجلس العلماء ورجال الدين اللي كانوا هما المستشارين ديالو. هذا المستشارين قالوا للسلطان محمد الخامس إذا عينتوا أمير وغدا بعد غدا ما كاينش ولي العهد، بمعنى انه راه امير من العلويين، وبالتالي الا ما كانش هو واحد مولاده غادي يولي سلطان او ملك. اكيد. بعد فرفض محمد الخامس، والخبر وصل الى فرنسا. غادي تجي فرنسا تشجع المختار ولد دادا، قالت له ودي طلب انت الاستقلال ديالك وهي الشروط ديالنا، برافو، وغادي نرجعوك انت هو الرئيس ديال موريتانيا، والمغرب ما يقدرش يحاربك، لان ما بين شنقيط والمغرب كاين الصحراء اللي فيها سفنيون، وما في المحيط كاين هما الاسلحه نتاع سفنيون، وكاين حنا اللي غادي نحميوك من الجهه الاخرى. اكيد. فتم الاعلان عن استقلال موريتانيا او شنقيط، وقامت فرنسا بهذا التشجيع لسبب رئيسي. ما هو هذا السبب؟ اكبر منجم ديال الحديد خلال تلك الفترة هو المنجم اللي موجود في موريتانيا، وفرنسا عندها الأسهم بأغلبية ساحقة، بما في ذلك الحزب الشيوعي الفرنسي شاري فيها أسهم، وتربح الصيد البحري، وتربح اشياء كثيره. اللي ما كانش وصلت له فرنسا في ذاك الوقت هو انها لم تصل الى اكتشاف الغاز والبترول في موريتانيا، الى ان اكتشف في المده الاخيره لا هي السنغال، وهم يعملان جاهدا حاليا من اجل استخراجه واستعمال الانبوب المغربي النيجيري في تصديره لاوروبا والمغرب وباقي البلدان التي هي في حاجه اليه. الاقتراح ديال شارل دوغول لمحمد الخامس انه حبس المساعده على الثوره الجزائريه ورجعوا لك الصحراء الشرقيه، رفضوه محمد الخامس. هذا خطا كان داروا محمد الخامس الله يرحمه. ثم الخطا الثاني هو اللي داروا الحسن الثاني الله يرحمه، لما دخل الجنرال دريس بن عمر الى مسافه توغل فيها ما بقى تندوفت غير واحد 20-26 كيلومتر، ويستوليوا على المنطقه كامله، وبالتالي ما يبقاش عندنا ذاك المشكل ديال الصحراء الشرقيه. لكن الحسن الثاني طلب منه العوده، اكيد، وهو ما جعل الجنرال دريس بن عمر لما وصل للقصر حيد لك لي قالون ديالو وحطهم فوق البيرو ديال الملك، قال له انا عسكري، واذا اردت كملك ان تتفاوض مع العدو عليك ان تتفاوض معه وانت في موقع قوه، ونحن قد دخلنا هناك فلا بد ان يخضع لشروطنا.
صحيح. إذن هذه الأخطاء التاريخية التي كان السبب ديالها هو الملك أو السلطان محمد الخامس لم يرضى بالتعاون مع فرنسا بعدم مساعدة الثورة الجزائرية مقابل الأرض، والخطأ الذي ارتكبه الحسن الثاني بعد تدخل ملك الأردن وباقي الدول، وخلال حرب 63 تم اعتقال حسني مبارك الذي كان طيارا مصريا، وافتضح أمر جمال عبد الناصر الذي كان قد أرسل جنوده وضباطه وطيرانه من أجل مساعدة الجزائر للإطاحة في الملكية في المغرب، وبالتالي تزعم القومية العربية من المحيط إلى الخليج. هذه الأشياء كلها اندثرت، وما بقي على المغرب إلا وأبنائه الشباب. على المغرب أن يفتح المجال لأبنائه من الشباب ذكورا وإناثا، ويبعدوا علينا ذوك القماقم اللي ما قاريينش وما عارفينش وما مكونيش ونجي نلقاوهم في البرلمان. داخلنا عليكم بالله، هذا البرلمان اللي عندنا ازيد من 60% من الاميين، واش هادو غادي تصيفطوهم للكونغرس الامريكي يدافعوا عن المغرب ولا يجيبوا مشاريع للمغرب؟ انا لا اعتقد انه في حاله ما الى المغرب ما فتحش المجال للشباب ذكورا واناثا ويكون هما واحد العمليه انتقائيه كي دايره. كل حزب اللي بغى يرشح الاعضاء ديالو خص يكون عندهم تكوين ايديولوجي وتكوين اقتصادي واجتماعي ومالي من الاطر اللي عنده يوجدهم باش في الانتخابات على مستوى المجالس المحليه ولا الجماعات ومستوى المجالس الاقليميه والجهويه والبرلمان يكون عندهم تكوين، باش ملي كتمشي للبرلمان واحد العدد ديال الشباب اللي هما غادي يتحملوا المسؤوليه في المستقبل يكون عندهم رصيد معرفي وعلمي كافي للدفاع عن الوطن ولرفع راية المغرب عاليا. واسمحوا لي بزاف لاننا راه غلبني النعاس وراه في عمري تقريبا 70 سنه وشارب الدواء، ومره اخرى نتلاقى معكم، واسمحوا لي طولت عليكم بزاف وشكرا لكم. الله يطول